روسيا الضمانيه في اتفاقيه راح تقود. هاي روح شفت اختك. انت ماكش ضامن في روحك. انت اليوم راك وزير غدو راك في العرس وجيت تهضر باسم الدوله. انت اليوم راك مدير مخابرات تهضر باسم الدوله وغدو راك في العرس. كيف تقنع انت؟ كيف ومن بعد كيجيك الرئيس يقول لك راح نجيبوا مصطفى من ماليزيا ب 20 مليار؟ يا نضرب رب راسي اللي قلبوا. واش من هذا رب الماليزيا لا تاع ربي المهبول اللي راح يجي يستثمر 20 مليار؟ يا ربي هذا الماليزي شكون هذا المهبول اللي راح يستثمر في الجزائر 20 مليار؟ وراه هذا المهبول هذا يسال يقول لهم راه البراب يقول له بالحبس، وراه تحكوت راه بالحبس، وراه العلمي راه بالحبس. يا ربي انتم دخلتوا الرجال احمد تاعكم كاع الحبس، واللي بقاو ماهوش في الحبس هربوا في البوط يحاربوا. وجيت تهضر لي على الاستثمار في الجزائر. واش بك انت هبلتوا؟ كون عاقل، كون عندك شويه منطقه تهضر بيه. انت تهضر لي اليوم باسم الدوله الجزائريه وتضرب في الطابله باسم الدوله الجزائريه، بعد سمانه نلقاك في الحبس. اذا ماكش في الحبس ممنوع من مغادره التراب الوطني. ولادك ما تقدرش تروح تشوفهم، ما تقدرش تروح تشوف ولادك. ومن بعد كتجيني تقول استقلال المؤسسات. عادين استقلال المؤسسات اللي تهضر عليه؟ وين عادين هذا مش عارف هذا القفزه الاقتصاديه اللي تهضر عليها؟ النمو الاقتصادي والطفره الاقتصاديه وين راها سيدي؟ اذا القضيه الصحراويه خسرناها استخباراتيا نهائيا وخسرناها اعلاميا. اعلاميا لماذا خسرناها؟ لانه اللي يجي يهضر يقول لك والله ماني فاهم احنا بلادنا كيفاش ما كانش للاسف الشديد. ما كانش بوصله الواحد يمشي عليها. ما كانش. انا نهضرك على الزريبه الداخله، اما اللي في الخارج باينين اجنده تاعهم باينه مع المغرب 100%.